الطرفين تنص على أنه سيسن المجلس الوطني تأسيس أيضا قانون ينظم القضاء ويقدم إصلاح المنظومة القضائية. وبالتالي يقول أنه ليس مجال هذا القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي أنه ينظر في إصلاح منظومة القضاء الشاملة، ومن ذلك أن اللجنة نفسها في إطار الفصل 22 لم تصوت بأخذ أعضائها على مسألة إلغاء بعض الفصول من القانون المؤرخ في 1967 متعلق بالقضاء. لابد من أن يحظى بأكثر عدد من التوافق. سعينا في إطار اللجنة أن نعمل لقاءين مع رؤساء الكتل، لقاءين يدوما حول نجمع فيهم معظم الآراء ونقدم فيه وجهات النظر. إن شاء الله الجلسة العامة تكون أيضا تتبني هذه التوافقات، يرضي جميع الأطراف، يكون مطابق للمعايير الدولية. نأمل أن المعايير الدولية بتطبعها هل هي بترتيب مختلطة أم ترتيب مرتقب؟ استقلالية القضاء، مسألة القضاء هل هو سلطة أم قطاع؟ نحسب في هذه المسألة حتى يكون اختيارنا اختيار مبني فعلا على قواعد علمية ومعايير دولية دقيقة. شكرا في حال فإن سيرسل المقررات بالإضافة سيد المقرر عن 5 دقائق تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. صافي بعد المداخلة بتاع السيد الرئيس اللي يعني خلصت يعني كل النقاط، نحب نتأكد إنه أولاً المشروع أنا جاي نرقص شوية بالتشويش الجانبي، علاش باش نسمعوا بعضنا. المشروع اللي بيدينا هو ليس مشروع الحكومة، هو مشروع على اللجنة، واحنا معنا في المشروع السابق حسبنا يعني بعد حسبنا الفصول وحسبنا النقاط فيه وناقشنا فيه فصلا باش خرجنا